السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم دائما في قناة مطبخ إلياس المتنوع. اليوم غادي نوجد معكم إن شاء الله واحد الكيك بالشكلاط. كتجي رائعة بزاف، كتجي مسقيه وفتيه، وكذلك واحد الصوص اللي كتجي رائعة بزاف. وصفه اخواتي تستحق التجربه. شوفوا معي، غادي نقطع معكم واحد الطريف. كتجي واحد الكيك اللي ما شاء الله طالعه وكذلك فتيه، وغير بجوج بيضات كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات، وكذلك تخليوا لي تعليق يكون زوين ومحفز، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والعائله. شوفوا معي كيفاش كتجي ديك الكيك رائعه وكتجي مسقيه وفتيه بزاف. وكذلك يعني كتبقى معنا يعني حتى ل3 ايام، كتبقى محافظه على نفس الطراوه، وكيبقى فيها واحد المذاق اللي زوين. غادي ندوزو على بركه الله بالمقادير وكذلك طريقه التحضير في نفس الوقت. غادي ناخذ واحد المول، غادي نضيف فيه كاس ديال السكر كيف ما شفتوا معايا، يعني كاس عباره كاس العنبه. وغادي نضيف كذلك واحد الساشي ديال السكر بنكهه الفاني. وغادي ناخذ واحد 2 حبات اللي ضروري انهم يكونوا في درجه حراره المطبخ. كيف ما كتشوفوا معايا، يعني حبات الحجم ديالهم متوسط، ما كبار ما صغار. وعندي كذلك واحد الكاس ديال الزيت، وكذلك كاس ديال الحليب. وعندي كذلك واحد 3 ديال الساشيات ديال البودره ديال الكاكاو. الا ما متوفرش عندكم ضيفوا يعني البودره ديال العبار. ضيفوا 3 ديال المعالق كبار. انا هنا ضفت هاد الساشيات هادو، ما كيحتاجوش انك عاد تنكهي الكيك. كيجي الكيك لذيذ بهم، كيجي فيه واحد المذاق اللي زوين ديال الشكلاط. بغيتو تضيفوا الكاكاو العادي ضيفوه، ويعني حاولوا انكم تضيفوا شي دانون هكا ديال الشكلاط باش يزيد يعزز لكم المذاق، لان هاد الساشيات هادو كيعطيو واحد المذاق اللي زوين. صافي كيف ما شفتوا معايا خويتهم كاملين. صافي غادي ندوز دابا باش نخلط هاد العناصر اللي عندي مزيان حتى يبانوا لي بانهم انسجموا مع بعضياتهم، يعني ما بقاش عندي الكاكاو متكتل اولا سنيده، يعني بقى ما دايباش. فضروري انكم تخلطوهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ماشي بزاف عاوتاني بزاف، غير واحد شويه كيبانوا لكم هكا يعني انسجموا مع بعضياتهم. صافي من بعد مباشره كنحبس من التخلاط وكنبدا نضيف في الدقيق. غادي نضيف هنا غادي نضيف في المرحله دي 2 مغارف ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا. صافي وغادي نبدا نخلط كيف ما كتشوفوا معايا، راه غير بشويه غير انني مسرعه الفيديو. ما في المرحله ديال الدقيق راه كنخلط غير بشويه حتى صافي كيبان ليا بان داك الخليط يعني تخلط. عاد كنضرب مزيان داك الخليط باش ما يبقاوش عندي شي حبيبات ديال الدقيق. هنا غادي ناخذ واحد 2 ساشيات ديال خميره الحلويات اللي من وزن 8 غرام. غادي نضيفهم كذلك في الخليط، دوزتهم هكا يعني في هكا في واحد الصفايه لا تكون فيهم شي حاجه. وغادي نضيف عليهم تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للخل اخواتي فكيساعد الكيك انها تجي طالعه، وكذلك كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. بالنسبه اخواتي للخل والخماره فضيفوه يعني في هذه المرحله ضيفوا الخماره هي الاولى وخويو عليها الخل. عاد خلطوا هكا الخل كيزيد يفعل لينا ديك الخماره وكتزيد تعطينا يعني واحد النتيجه زوينه، كيزيد داك الكيك كينتفخ. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا خلطت مزيان كيف ما شفتوا القوام ديال الكيك، يعني ما خفيف ما ثقيل. خديت المول اللي غادي نضيف فيه، خديت انا مول دائري على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. ضيفوا اي مول عندكم. صافي دهنتو بالزبده ورشيتو شي ديال الدقيق. صافي خويت فيه الخليط كيف ما شفتوا معايا. الخليط ضروري انكم تعليو يعني الطبسيل اللي دايرين فيه الخليط تعليو واحد شويه عاد تخويو هكا كيجي داك الكيك مفوه، يعني ما كيجيناش داك الكيك مدقص، كيكون يعني كم كتخويو كيدخل الهواء بيناتهم. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا راني درت الفران يسخن على نار اللي مهيله. غادي ندخل الكيك طيب مده تقريبا ديال واحد 40 دقيقه، يعني كيبقى على حسب كل فران. هنا غادي ندوزو الكريمه. فبالنسبه للكريمه كيف ما شفتوا معايا ضفت واحد المعلقه ديال الكريم باتيسري اولا النشا اللي متوفر عندكم، وضفت غير شويه ديال السكر سنيده. يعني بالنسبه للسكر سنيده كيبقى لكم حسب الذوق، يعني بغيتو تضيفوه بغيتو تستغناو عليه، لان الوصفه كيف ما شفتوا معايا غادي راها يعني الوصفه حلوه فيها الشكلاط، وغادي نضيف فيها كذلك يعني كلها حلاوه. راه فيها الكاكاو وكذلك غادي نضيف فيها الشكلاط كيف ما غتشوفوا معايا. فيعني بغيتو تضيفوا السكر ضيفوه، ما بغيتوش تستغناو عليه اولا ضيفوه كيف ما ضفت هكا غير شويه. صافي وضفت كذلك واحد الساشي ديال البودره ديال الكاكاو.
صافي وغادي نديرهم على نار اللي مهيله حتى غادي يختار معايا داك الخليط، وعاد غادي نرجع. هنا بالنسبه للكيكه اخواتي كيف ما تشوفوا معايا راه الكيك طابت، خليتها يعني على نار مهيله كيف ما قلت لكم حتى طابت من التحت. صافي من بعد ما بانت لي بانها طابت هبطتها يعني طيبت حمرا غير واحد شويه من الفوق. وكيف ما قلت لكم اخواتي تقريبا الوقت واحد 40 دقيقه اللي خدات ليا ديال الوقت. صافي هنا خليتها بردات غير واحد شويه. وغادي ندوز هكا نبدا ندير فيها هكا واحد الثقب هكا باش كتجي ديك الكيك كلها مسقيه وكتدخل ليها ديك الكريمه. ما كتجيناش الكيك ناشفه، كتجي فتيه 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 بزاف، لان ديك الصوص اللي دابا غنضيفو فيها كتعطيها واحد المذاق زوين وكذلك واحد الطراوه اللي زوينه. صافي وغادي نحاول انني كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي نحفر مزيان، يعني نورك هكا باش داك يعني هاد الكريمه هذه كتدخل. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي من بعد ما عقدت الكريمه خليتها كتعقد هكا على نار اللي خفيفه، وحنا كنستمروا في التحريك باش ما كتحركش لينا. صافي من بعد ضفت لها واحد الكميه ديال الشكلاط. استعملوا اي نوعيه متوفره عندكم كيف ما كتشوفوا معايا، وكان ضروري انكم تضيفوا داك الشكلاط والكريمه باقا سخونه باش يذوب ليكم. الا يعني كان الجو بارد وما دابش لكم داك الشكلاط فكتعاودوا تردوا الخليط غير واحد شويه على نار اللي مهيله فوق البوطه حتى داك الشكلاط كيذوب لكم. صافي وكتخويه مباشره على هاد الكيك هذه. ضروري اخواتي انكم يعني الكريمه حتى تخرج لكم الكيك من الفران عاد توجدوا الكريمه، لان هي اكثر ما يعني خليتوها هكا صافي ملي كطيب وكتحط كتبقى يعني كتعقد. فمن الاحسن انكم حتى طيب لكم يعني الكيك صافي تكون واجده عاد توجدوا هاد الكريمه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا راني باقا كنزيد نتقب ديك الكيك باش تشرب مزيان مزيان هاد الكريمه هذه، وتجي هاد الكريمه هذه يعني داخله في الكيك مزيان، كتجي عاطيه فيها واحد المذاق اللي زوين بزاف، وكذلك حتى الكيك كتجي هشيشه بزاف. صافي وكنبقى نخويها هكا غير بشويه بشويه باش يعني داك الكريمه ما كتسيحش ليا من الجوانب. صافي اخواتي هنا من بعد ما غادي نخوي عليها هاد الكريمه هذه غادي ندوز نديرها في الثلاجه تبرد، لانه هي اكثر ما كانت بارده اكثر ما كتعطينا واحد المذاق اللي زوين. صافي ومن بعد عاد غادي ندوز نزينها معكم. شوفوا معايا كيفاش كتجي كلها مسقيه كلها كتجي فازقه بهاد الكريمه هذه. صافي هنا غادي ندخلها للثلاجه نخليها تبرد تقريبا، خليتها واحد 3 سوايع حتى بغيت نقدمها. عاد درت ليها التزيين. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تضيفوا اي حاجه متوفره عندكم. انا هنا بغيت نزيد عليها الدانيت من الفوق كيزيد يعطي واحد المذاق اللي زوين. بغيتو تستغناو عليه استغناو عليه، يعني ماشي ضروري لان غير الكريمه اللي ضفنا من الفوق فهي بوحدها يعني مزيناها. انا غير بغيت نزيد هاد دانيت الشكلاط كيزيد يعطيها واحد المذاق اللي زوين. صافي خديت هاد دانيت كيف ما شفتوا معايا خويته على الوجه ديال الكيك. صافي غادي نبدا نوزع فيه غير بشويه بشويه، لان الكريمه يعني ما قاصحاش بزاف باش ما يبداوش يعني يجيو مخلطين. وغادي ناخذ كذلك شويه ديال الكركاع قطعتوها كقطع وغادي نزين به. يعني بالنسبه للتزيين كيبقى لكم حسب الذوق، تضيفوا اي تزيين بغيتو اولا كتاخذوا الشكلاط تحكوه من الفوق. مهم اي حاجه عندكم متوفره عندكم، ولا غير ديك الكريمه بوحدها كتخليوها حتى هكاك راه كتجي زوينه. صافي كيف ما شفتوا معايا اخواتي من بعد ما وزعت ديك الكريمه كامله على هاد الكيك هادي غادي ندوز نضيف هاد القطع هادو ديال الكركاع من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. فكيعطيو واحد المنظر اللي زويون وكذلك مذاق اللي زوين وصحيين. يعني في حال الوصفه هذه اخواتي كيف ما قلت لكم في الاول راه كتبقى يعني حتى ل3 ايام كتبقى محافظه على الطراوه ديالها، كتوجدوها الكوتي اولا يعني كيكون عندكم شي ضياف ولا شي حاجه راه كيك كتجي رائعه رائعه بزاف. كتجي واحد الكيك اللي مسقيه ولذيذه، وكذلك كيك هماوي يعني ماشي شي حاجه اللي بسيطه، كتجي رائعه رائعه بزاف. اولا هكا يعني الوليدات اللي ما كيبغيوش يفطروا لكم في الصباح يعني ما كديري لهم هكا شي حاجه بحال هكا. انا بالنسبه لولدي ما كيبغيش يفطر ليا في الصباح،
ملي كتكون هكا شي حاجه، يعني هكا شي حاجه هكا، يعني شي كيك اولا شي حاجه كيفاش الشكلاط، فكيعجبو يفطر. وهنا غادي نكون وصلت معكم اخواتي لنهايه الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وكذلك يكون عجبكم الفيديو. كنتمنى انكم تخليو لي معكم شي لايك وكذلك تعليق زوين يكون محفز، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب والعائله. ونتلاقاو اخواتي ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.